السلام عليكم، فيديو جديد ويوم جديد ويلا نبدأ يومنا بالصلاة على الرسول. وهنبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة بحاجة حلوة كده، ومش حلوة وبس، ده حاجة حلوة وخفيفة كده وترطب على قلبك بعد صيام يوم طويل. معايا دلوقتي كيلو واحد من اللبن، نزلت عليه بسبع معالق من النشا، ما تكتريش عن كده. وهنزل دلوقتي بالسكر، والسكر ده حسب رغبتك انت. شايفاني بكب بالكيس ازاي؟ مش هقولك على مقدار معين للسكر، في ناس بتحبه مسكر قوي وناس مش بتحبه مسكر، وفي ناس بيبقى السكر غلط عليه، فالسكر ده حسب رغبتك انت. وبالمضرب اليدوي من غير ما اروح على النار، وهفضل اقلب فيه كده لما اطمن ان ما عادش فيه كتل خالص. هبدأ دلوقتي اروح على النار، وبرده المضرب مش هيطلع من الحلة لحد ما اوصل للقوام اللي انت شايفاه ده، يكون ناعم كده وسلس كده، وما يكونش مكتل ولا حاجة خالص. كان خلاص خلص. دلوقتي محضرة الوقت الاطباق بتاعتي، هنزل على طول كده وعايزاه بالقوام ده. لما بيكون تقيل مش بيبقى احسن حاجة، وبرده ما تخففوش عن كده. هو القوام ده كان حلو جدًا وسُكّره مضبوط وكان 10/10. هابدأ دلوقتي إن أنا أغرف كده الأطباق بتاعتي، ومعايا دلوقتي زبيب على جوزة الهند، وهازيّنه كده بحاجة بسيطة، وهاسيبه بقى لمّا يهدى ويبرد خالص كده معايا، وبعد كده أدخّله التلاجة. إحنا كنا الصبح دلوقتي ما كناش يعني إيه، مأخّر ولا حاجة، فهاعمل الحاجات اللي أنا عاوزة أتبّلها، أو الحاجات يعني زي الحلويات دي، أسيبها تهدى شوية كده وبعد كده أدخّلها التلاجة. على المغرب كده هتبقى حلوة خالص. معايا دلوقتي كده صينية فاضية خالص، نزلت فيها بشوية من الزيت وشوية من دبس الرمان ومعلقتين 3 كده من الصلصة، والملح بتاعنا بقى والبهارات والفلفل الأسود والسُماق، وكل بهارات الفراخ اللي عندِك حطيها، وقلّبي بقى التتبيلة الحلوة دي بقى كده بُصّي، وهتدعي لي على التتبيلة الحلوة دي. دلوقتي معايا فراخ كنت غاسلاها وعاملة لها محلول حلو أوي، باختصار كده ما فيهاش أي ريحة زفارة خالص، بالسكينة كده، وعايزة السكينة توصل لعضم الفرخة بتاعتي، يعني قطعة الفراخ كده عايزة السكينة بتاعتي توصل للعضم، عشان أنا عايزة التتبيلة تدخل في قلب الفتحات دي. هابدأ دلوقتي إن أنا أتبِّل الفرخة بتاعتي كده من برّه، وباقول لِك من العضم كده من جوّه. بُصّي، عايزة التتبيلة توصل لكل مكان في قطعة الفرخة، زي ما أنتِ شايفة كده. هاتبّلها دلوقتي كده وهاسيبها على جنب. كانت التتبيلة خلصت، زوّدي تتبيلة تاني، حطيت تاني دبس رمان وزيت وصلصة وبهارات، وزوّدت علشان خاطر تتبيلة البطاطس بتاعتي. معايا بطاطس دلوقتي، وصدقيني إن ما كلت البطاطس دي قبل الفراخ ذات نفسها يبقى ليكِ الحق، من كتر ما هي دايبة دوب، مش مهرية، دايبة البطاطساية ذات نفسها، دايبة دوب كده، تحسّي إن أنتِ بتاكلي في حاجة حلوة أوي مش بطاطس دي. وكمان طعمها حلو ومتماسكة، مش مهرية خالص. هنشوف الكلام ده كُلّاته في آخر الفيديو، خلّيكِ بس معايا لآخر الفيديو. البطاطس دلوقتي كده جِبتها وقشّرتها، وهاغسلها دلوقتي، أدّي لها غسلة كده مطرح ما إيدي مسكتها، وهاجي أنزّلها على التتبيلة كده على طول. يا ريت بقى لو أول مرّة تدخلي قناتي، معاكِ نورة الإمام، أتمنى بقى إن أنتِ تشتركي في القناة وتفعّلي الجرس، وتشاهدي الفيديو للآخر، وتسيبي لي كومنت حلو وتقولي لي أنتِ بتتابعيني منين. يلا كده بعد ما خلصنا البطاطس هنبدأ دلوقتي نرصها كده واحدة جنب التانية، وهبدأ على طول دلوقتي ان انا انزل عليها الفراخ اللي انا كنت سايباها في التتبيلة شوية. كام فص من التوم دلوقتي كنت مقشراهم، هبدأ دلوقتي ان انا اقطع كده كل فص يعني نصين تلاتة كده، وهنزل دلوقتي كده بالحبهان وشوية كمان من الزيت، حاجة بسيطة كده. ومعايا دلوقتي كده ورقة زبدة هلكفتها كده بيها الفراخ، وورقة كده من الفويل كمان، وهاسيبها بقى تتبل. زي ما قُلت لكم إن إحنا كنا الصبح، أنا باعمل الحاجات اللي أنا إيه، تتعمل من الصبح بدري ما فيهاش حاجة. صلصة دلوقتي كده كنت عاملة شوية صلصة، بُصّي حاجة كده عسل. وغسلت كده رُز مصري عادي خالص، هابدأ على طول أنزل بالرُز على الصلصة دلوقتي، وهافضل أشوّح فيهم لحد أمّا ما اخلّيش فيهم لا مَيّة ولا رطوبة ولا حاجة خالص، عايزة ألاقي الرُز كده مفلفل معايا في قلب الصلصة. ومقطّعة دلوقتي خضار، جِبت كده كزبرة وشبت ومسكتهم كده، نقّيتهم وحطيتهم في شوية مَيّة في خَل كده، لمّا نزّلوا كل اللي فيهم وادّيت لهم غسلة حلوة، وقطّعتهم زي ما أنتِ شايفة. المهم أنا عايزة الرز مفلفل معاكِ، كل أمّا تقلّبي في الرز على النار كده وما تخلّيش فيه لا مَيّة ولا رطوبة، هيبقى تحفة جدًا. ومعايا دلوقتي الحلة التانية ديّة، حطيت فيها دلوقتي كده كرنباية كنت باسلُق فيها. مش هناخد وقت كبير لإن إحنا عملنا المحشي كتير مع بعض. يالّا بينا بقى نعمل سيرب كده، نوع حلويات معانا. كوبايتين من السكر دلوقتي على كوباية ونص من المية، ومعايا ليمون هاشيل البذر منها كده، وهبدأ إن أنا دلوقتي أعصرها كده على طول عليها. هادّي لها تقلبتين كده، وهانزل عليها دلوقتي كده بكيس واحد من الفانيليا، وهاسيبه بقى 10 دقايق لمّا يستوي.
معايا كنافة دلوقتي، ما كانش عندي كنافة في الفريزر، وبصراحة أنا باحب الكنافة بتاعة الفريزر دي، بتسهّل عليّا كتير كده، بس مش مشكلة، حلوة خالص. جِبت كنافة كانت لسه صابحة وطازة، قطّعتها كده حتت صغيّرة وهانزل عليها بسمنة، بكمية سمنة معقولة، لازم تخلّي الكنافة معاكِ تكون كلّها سمنة كده، ما تكونش ناشفة معاكِ عشان تاكلي أحلى صينية كنافة، ما تكونش ناشفة ولا تكون يعني بُصّي، كإنِّك بتاكليها كده حاجة كده زبدة بصراحة، حُطّي عليها كمية سمنة مضبوطة ومعقولة. معايا دلوقتي كده الصينية اللي هاشتغل فيها في الكنافة، نزلت بقى برضه كده بسمنة من الأرضية كده، وهابدأ دلوقتي إن أنا أنزل كده بنُص الكنافة، وهابدأ إن أنا أفضل أضغط عليها لحد أمّا أخلّيها متماسكة خالص، زبيب وجوزة الهند، وهابدأ دلوقتي إن أنا أحط الطبقة اللي في النُص، مش هنعمل النهارده كنافة بالقشطة ولا حاجة، عايزة كنافة طبيعية من اللي إحنا أمهاتنا كانت بتعملها، البسيطة خالص، خالص دي، وصدقيني هتشوفيها في آخر الفيديو هتحسي إن هي أمِك اللي عاملاها، بصراحة يعني. يالّا بنبُص بصّة كده على الفراخ، وكانت الفراخ كانت هنا خلاص كانت استوت، هاسيبها شوية كده وندخّلها بقى الفرن مع بعض. يالّا بينا بقى نعمل كده صينية جلاش، عندي جلاش جميل ومورق وحاجة كده تحفة جدًا، بُصّي الورقة بورقتها، هافردها دلوقتي كده وهنجيب بقى الصينية اللي هاشتغل فيها على طول، ومعايا دلوقتي كده السمنة هابدأ دلوقتي كده إن أنا أنزّل شوية في أرضية الصينية علشان الرقاق الجلاش ما يلزقش معايا، وهابدأ أرص دلوقتي كده الجلاش بتاعي على طول. أنا هاعمل جلاش النهارده بالكبد والقوانص، وكانت عندي في الفريزر، يعني مش هاعملها قدّامكم ولا حاجة، إحنا عملناها في الفيديو اللي فات، وبصراحة الكبد والقوانص دي كانوا فاضلين إيه، من الفيديو اللي فات، فلو عايزين تعرفوا الطريقة وتشوفوا أنا عملتها إزاي، يا ريت تشوفوا الفيديو اللي فات، وإن شاء الله الطريقة هتعجبكم جدًا. زي ما متعودين بقى هنحط كده نُص الجلاش من تحت كده، وبعد كده إيه، هاحط بقى الكبد والقوانص كده في النُص، وهابدأ على طول بالطبقة التانية، بقية الجلاش هاحطه بقى كده إيه فوق. ونضبّط بقى الصينية بتاعتنا كده وندخّل الطروف ديّة علشان صينية الجلاش تبقى حاجة كده تحفة جدًا، أهو زي ما أنتِ شايفة كده، هانزل كده يا دوبك الطروف كده هانزّلها كده واساوي بقى الصينية بتاعتي، أجيب بقى سكينة كده تكون حامية وهابدأ على طول دلوقتي إن أنا أقطّعها، قطّعيها بقى زي ما أنتِ عاوزة، عاوزة تقطّعيها بقى يعني مكعبات يعني مربعات كده ماشي، عايزة تعمليها مثلثات، اللي أنتِ عاوزاه، أنا عملتها معاكم النهارده مثلثات. الشكل ده بتاعِك أنتِ، المهم الطريقة والمهم طعمه يبقى حلو. ومعايا دلوقتي كده لبن، هاحط لبن على قد ما تستكفى. أنا نزلت بكوبايتين دلوقتي من اللبن، هاحط كده لمّا تنتفخ معاكِ وتشرب كده اللبن بتاعها، شوية كده من السمسم عشان برضه يدّي لها شكل حلو. معايا دلوقتي كده حلة وفيها مَيّة، أول ما غلت نزلت فيها بنُص فرخة، نُص فرخة بس الفرخة بتاعتي كانت كبيرة شوية، يعني كانت داخلة إيه 3.5 كده. هانزّل عليها دلوقتي كده حبّايتين من الطماطم وحبّايتين من البصل وحبّهان وهاسيبها بقى لمّا تستوي، يالّا بقى نسوّي الحاجات بتاعتنا. هادخل كده بصينية الجلاش وطلعت وقولي بقى يا سيدي على الجمال والحلاوة دي، تمام كده؟ يالّا خلصنا من الجلاش ندخّل بقى الكنافة وطلعت وزي ما أنتِ شايفة كده، تحفة جدًا ولونها حلو خالص. السيرب بتاعي كان خلاص استوى، هانزل دلوقتي عليها، لسه مطلّعة الكنافة سخنة مولّعة والشربات كان يا دوبك دافي كده. نزلت دلوقتي عليها وهاسيبها برضه كده إيه لمّا تتشرّب بقى كده وتشرب الشربات بتاعها، والفراخ كمان كانت دخلت دلوقتي الفرن، دخّلتها الفرن وعلى ما تتحمّر كده أكون عملت طبق من السلطة، طبقين من السلطة كده، معايا دلوقتي طماطم وخيار وشطة وفلفل ومعايا كمان كابوتشا. أجيب بقى الكابوتشا بس كانت لسه في التلاجة، أطلّعها دلوقتي كده نقطّعها عليها وشوفي بقى الفراخ ومش قادرة أقول لِك، يعني صرف نظر عن الشكل كمان الريحة حرفيًا كانت جبارة، كانت قالبة الشارع كلّه من ريحتها وجمالها. يالّا بقى نعمل شوية رُز كده جنب الأكل بتاعنا الحلو ده، حلة فاضية خالص فيها شوية من الزيت وهانزل دلوقتي كده ببصلاية وهابدأ إن أنا أشوّح في البصلاية دي، مش عايزاها تتحمّر عايزاها بس يا دوبك تدبل كده. يا دوبك أتبّل بقى أدبّلها، أخلّي البصلاية بتاعتي تدبل كده إيه في الزيت، وهافضل إن أنا أشوّح فيها، وساعة ما تاخد لون معايا هانزل عليها بالبهارات، ممكن تضيفي عليها جزر، ممكن تضيفي عليها طماطم، ممكن تضيفي عليها أي حاجة تانية مع التوابل، بس أنا مش عايزة حاجة النهارده غير التوابل والبصل بس. طب نزلت بتوابل إيه، معايا زعفران ومعايا لومي ومعايا عود من القرفة وكاري، وهانزل بالبهارات دي وشم الريحة بقى ومش قادرة أقول لِك، وحُطّي كمان بهارات فراخ، هتخلّي بُصّي الرز معاكِ تحفة جدًا.
الرز بتاعي كنت أنا غاسلاه ونقعاه كده ييجي ربع ساعة، وصفيته دلوقتي قدامكم ونزلته بقى دلوقتي كده على البهارات بالزيت بالبصل، وافضلي شوحي فيه كده وقلبي بالمعلقة كده لحد ما ينشف معاكي خالص وما يبقاش فيه أي رطوبة خالص. ونزلت عليه دلوقتي بالمية. أنا جربته بالشوربة قبل كده بس بصراحة ما عجبنيش خالص، فأنا بحب الرز البسمتي بالمية. بس كده خلاص هاسيبه بقى دلوقتي لمّا يستوي. حلة تانية دلوقتي بقى فيها شوية من الزيت وهانزل فيها بنُص كيس من لسان العصفور، عشان نعمل شوية شوربة لسان عصفور نشربهم كده جنب الفطار. هابدأ إن أنا دلوقتي أفضل أقلِّب فيهم لحد أمّا ياخد لون معايا، وهاقسى عليه شوية عن التحمير العادي، علشان كل أمّا تحمّري اللسان العصفور معاكِ ويغلي في الشوربة كده، أمّا خلاص بقى تيجي وقت التقديم هتلاقيه وصل للقوام اللي أنتِ عاوزاه، للون اللي أنتِ محتاجاه، تمام، ما يبقاش فاتح أوي. خلاص كده كنا خلّصنا الأكل معانا، وهنشوف البطاطس دلوقتي قد إيه متماسكة ومفرولة، بُصّي قد إيه ما فيش واحدة فيها مكسورة، وكمان دايبة دوب كده. غرفنا دلوقتي كده الفراخ والسلطة بتاعتي كنت دخّلتها التلاجة طلّعتها دلوقتي، ويالّا بقى نبهّرها كده نحط عليها البهارات والملح بتاعها، ونغرف على طول دلوقتي السلطة. كنا خلاص دلوقتي المغرب كان القرآن بتاعه بيقول و كان لأ خلاص كان يعني خلاص كان المغرب خلاص كان هنا أذّن دلوقتي. بس إحنا زي ما قُلت لكم إن إحنا بنصلّي المغرب الأول، وبعد كده بقى إيه، جوزي وابني بييجوا من الصلاة، ييجي بقى نحُط الفطار ونقعد نفطر على طول. شوفي الرز قد إيه مفلفل الحبّاية بحبّايتها لا حاجة مكسّرة ولا كده. وكمان الفرخاية بتاعتي اللي أنا كنت سالقاها في شوربة عادي، مسكتها كده وطلّعتها من الشوربة وحمّرتها كمان في زيت عادي خالص. كده عملنا الكنافة وعملنا الفراخ بالتتبيلة الرهيبة، وعملنا الرز البسمتي، وشوفي جماله ولونه كان تحفة جدًا، وحمّرت الفرخة كمان وحطيتها كده عليها، وكمان الرقاق كان خلص دلوقتي، والمحشي كمان كان استوى وكان ملبن كده كان زبدة حرفيًا، وعملنا كمان عصير تمر وعصير فراولة، وطلّعت كده السلطة زي ما قُلنا، وحطيت مخلل والعيش، وطلّعنا كمان المهلبية بتاعتنا، وخلّصنا فطارنا النهارده. أتمنى طبعًا إن الفيديو يكون عجبِك. السلام عليكم.